السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد على اخواننا الاقباط، ويا رب تكون السنة الجديدة خير وامن وامان. امين يا رب العالمين. انا عندي سؤال واحد، انت هتقدم ايه لوطنك في رؤية 2030؟ انت، ايوه انت. نصغر الدايرة. ماشي. سؤالي لاصحاب الاعمال، شركات قطاع خاص، مصانع، مؤسسات تجارية، انت هتقدم ايه لوطنك في رؤية 2030؟ طبعا في شركات كبيرة بتشتغل بطاقات كبيرة وكوادر، الله أكبر، 30% من الأعمال. والباقي كم شركة قدمت منتج محلي بمواد خام محلية، أو حتى 50% مستورد و50% محلي؟ كم شركة طلعت كوادر تتعلم صناعة معينة ويرجعوا يعلموها لولاد بلدهم؟ طيب، كم شركة استخدمت كوادر تصنيع وموجودين لهم كام سنة وعملوا كام وعلموا كام واحد من ولاد البلد؟ كل صاحب عمل وجب عليه يحدد هيقدم ايه لرؤية وطنه 2030 من دلوقتي 2026. دايرة تانية. ماشي. سؤالي اللي ربنا كتب لهم الرزق سنين على الأرض دي، انت هتقدم ايه للأرض دي في رؤية 2030؟ أنا معاك. كل واحد فينا عنده وطن بيدين له بالولاء والانتماء، وفيه أهله، وكل رزقك بيتوجه هناك. أنا معاك. أنا معاك إن أنت جيت تدور على الأمان، أو قاصد رزق حلال، بتشتغل وبتتعب وبتاخد حقك كل آخر شهر، وبتدفع كل اللي عليك من التزامات. جميل جدا. إذا حضرتك وصلت للنتيجة دي دلوقتي، وقفت. فأقل حاجة هقولها لك، اتقي ربنا في لقمة عيشك، واتقن عملك، وشكرا مع السلامة. كلامي مش ليك، أنا كلامي لرافع راية الله، الوطن، القيادة. أنا كلامي للي فاهم يعني إيه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا كلامي للي بيحفظ الجميل. وإذا كانت قيادة بلدك بتقول لك إن إحنا إخوان، فقدم كل اللي تقدر عليه في المكان اللي أنت فيه. ممكن تكون خير وتستفيد منه وطنك برضه. تمام يا زول؟ وانت يا ابو يمن، حبايبنا مربى العز، ولد الشام، كل اللي انا فاهمه ان احنا بنعيش عصر ذهبي. اوطاننا لسه مليانه خير، وحكوماتنا قويه وقادره تحمينا دلوقتي، وعمليا بتقدم كل التسهيلات وفاتحه كل الابواب. لو كلنا ما اتكتفناش وكل واحد في مكانه ما حددش هيقدم ايه في رؤية 2030 واشتغل عليها بجد، ما عدناش هنعرف نقيس المسافة بيننا وبينهم ولا حتى بالسنين الضوئية. في الوقت اللي الشركات عندنا بتعمل خطط لإنهاء خدمات الموظفين عشان يزودوا الأرباح بتقليل المرتبات والمصروفات، في شركات بتشكل فرق بحث علمي بتخترق كيانات عشان يوصلوا لتحديثات آلات معينة بتزود كمية الإنتاج وبتحافظ على جودته ومنافسته في الأسواق. وفي شركات تانية بتشغل فرق عشان تقيس المستويات المطلوبة للاكتفاء المعيشي
اللي بيتحقق لعمالهم عشان يكونوا قادرين على رفع كفاءة المنتج واستدامته عشان يحققوا ارباح اعلى. انا اصلا كنت طالع عشان اقول لكم ان انا فتحت قناه على اليوتيوب اسمها دوائر الاعمال، هنزل فيها دردشه محاسبه. انا اصلا محاسب، انا محمد ممدوح، اسمي محمد ممدوح. هتكلم معاكم في المحاسبه بطريقه ممكن تكون مختلفه شويه، وهنطبق عملي على برنامج اودو. تيجوا احكي لكم حكايه، خليها المره الجايه.